السلام عليكم خوتي، جيسبر تكونوا بخير. عاودت وليت ليكم بفيديو جديد، وفي الفيديو تاع اليوم جبت لكم قصص رعب اليوم ما فيهاش رقاد، وراني متاكد 100% بلي رايحين يعجبوكم هادو القصص ويخوفوكم وتستمتعوا نتوما تتفرجوا فيها. قبل ما نبداو حبيت نشكركم على التعليقات الايجابيه تاعكم هذه، والله صح يطلعوا المورال. ولكن في هذا الفيديو حبيت نطلب منكم واحد الطلب صغير، واللي هو انه نوصلوه ل1000 ربي يسهل خوتي. هذا الفيديو محتاجه 1000 يعني حاب كل واحد يشوف هذا الفيديو يحط جام في طريقه، واذا كنتوا قد التحدي وصلتوه 1000 كل سمانه في يوم الخميس ندير لكم قصص رعب اليوم ما فيهاش رقاد. المهم وبلا ما نطول لكم خوتي، صلوا على رسول الله وهيا نبداو في القصص تاعنا. القصة الأولى تاعنا خوتي تحت عنوان الجنية، وتحكي على واحد الطفلة اسمها نوها، كانت في يوم عيد ميلادها وللأسف واحد ما حضر للحفلة تاعها، وكما تشوفوا انها كانت مقلقة وحزينة لأنه رسالة واحدة ما وصلتهاش من عند أصدقائها. وتم نشوفوا انه نوها اقتربت من هذيك الكعكة وتمنات أمنية. ما تقلقوش خوتي، مانيش حاب نحرق عليكم أحداث القصة، وعلى هذه من بعد تعرفوا واش تمنات نوها. صح، ومن وراها نوها تطفي هذيك الشمعة، وتم تقرر انها تحتفل بعيد ميلادها وحدها. المهم شغلت الموسيقى وبدات تقسم وتاكل في هذيك الكعكة، ولكن بالرغم من كل هذا نوها مسكينة كانت مازالها مقلقة وحاسة روحها وحيدة في هذا العالم. دا علينا من وراها نشوفوا انه نوها كانت تاكل في هذيك الكعكة، وفجأة هذيك الموسيقى تتوقف وتبدا تسمع في صوت الاخبار. وتم سمعت واحد الخبر يقول انه الناس في هاد الايام شافت واحد الجنية ولا مرة تخوف، وهذا الخبر كان يحذر في الناس ويقول لهم باش يقفلوا البيبان والنوافذ باش هذه الجنية ما تدخلش لديارهم. المهم نوها من سمعت هذا الخبر راحت ديراكت قفلت الابواب والنوافذ تاع المنزل، ومن وراها راحت رقدت. ومن كانت نوها راكده في سابع نومها تفتح الباب تاع هذيك الغرفة، ونوها فطنت على الصوت تاعو، ومن ناضت وشافت هذاك الباب مفتوح حكمها توسوس وحارت كيفاه تفتح. منه كيما شفتوا انها قبل ما ترقد راحت قفلته بيدها. المهم تما ناضت نوها من بلاصتها وراحت عاودت قفلت هذاك الباب بالمفتاح. وتخيلوا انه في نفس هذيك اللحظة حتى تسمع واحد الصوت كان جاي من واحد الخزانة. هذه المرة خوتي نوها خافت وراحت للمطبخ جبدت واحد السكين، وتم راحت للبيت ولا الغرفة اللي كانت فيها هذه الخزانة، ومن وصلت وفتحتها ما لقات حتى حاجة. من وراها نوها بقات موسوسه من هذاك الصوت اللي سمعته، وكيما تشوفوا انها بقات تحوس وتفيريفي في انحاء المنزل. صح، ومن دارت كامل المنزل وتاكدت باللي ما كاين حتى حاجه. تم نشوفوا انها راحت لشومبرتها وكانت راقده في سريرها وتقرا في واحد الكتاب، ومن كانت نوها تقرا في هذاك الكتاب حتى تفكرت الامنيه اللي قالتها من قبيل، واللي تمنات فيها انه في هذه الليله ما تباتش وحدها في الدار، يعني على الاقل تجي صديقتها ولا وحده من الاقارب تاعها باش تحتفل معها بعيد ميلادها وما تبقاش نوها مسكينه وحدها في الدار. ولكن من وراها الامنيه تاعها تحققت، لكن بطريقه مرعبه، لانه من كانت نوها في شومبرتها حتى وين بدات تسمع في صوت تاع واحد قاعد يتمشى، وتم للاسف شافت هذا المنظر المرعب. يعني خوتي انه الامنيه تاعها تحققت، والجنيه هي اللي جات باش تحتفل معاها بعيد ميلادها. وهذه خوتي كانت القصه تاعنا الاولى، نتمنى تكون عجبتكم، وما تنساوش برك تحطوا لايك، وهيا نروحوا للقصه الثانيه. راني سيريو خوتي، حطوا جام وركزوا في القصه. وقصتنا الثانية خوتي بعنوان الكاميرا الملعونة، وتبدا وين كانت ميرا دخلت للمطبخ تاع المنزل تاعها الجديد، وكما تشوفوا انها كانت هازه واحد العلبة في يدها. وغير ميرا دخلت لهذاك المطبخ حتى تسمع واحد الصوت، بصح ما كانتش عارفة منين جاي، وتم نشوفوا انها كانت غير تحوس بعينيها وتركز في الاتجاه تاع هذاك الصوت. وفي نفس هذيك اللحظة حتى يصوني التليفون تاعها،
ميرال هزت تليفونها وتم لقاتها الام تاعها وقالت لها باللي اليوم راني متاخر عليك شويه منه عندي خدمه بزاف. صح ردت عليها ميرال وقالت لها متفاهمين وراحت هزت هذيك العلبه ودخلت لواحد الغرفه، يعني انه نسات امر هذاك الصوت اللي سمعته في المطبخ. المهم ومن وراها من فتحت ميرال هذيك العلبه لقات فيها واحد الكاميرا صح، وتما من هزتها الباب اللي من وراها تقفل وحده. وميرال تما بدا يدخلها الشك وبدات تستوسوس، بصح ما حبتش تكسر راسها وقالت بالك ما يكون غير الريح هو اللي قفل الباب. ومن وراها فتحت هذيك الكاميرا وبدات تسجل في فيديو، يعني كانت تصور في فيديو تقول راني في داري جديده وكانت فرحانه بها. بصح تما تتخلع من تشوف هذا المنظر. وكيما شفتوا خوتي انه ميرال شافت واحد المراه الملامح تاعها تخوف بزاف، والحاجه اللي تحير انه في الحقيقه ما كانتش تبان هذيك المراه، يعني كانت تبان لها غير في التسجيل تاع هذيك الكاميرا. المهم تما ميرال تخلعت وخافت ومن حبت تزيد تشوفها لقاتها ما كانش. وفي هذيك اللحظه الباب تاع هذيك الغرفه يعاود يتفتح وحده، وميرال خوتي هذه المره تشوكات وبدات تخاف، يعني كيفاش الباب يتفتح وحده. وتما هزت هذيك الكاميرا وراحت تتمشى في دارها وكانت تحوس بيها على هذيك المراه اللي الملامح تاعها مرعبه. المهم ميرال بقات تحوس وتحوس حتى وين في واحد اللحظه تسمع صوت قوي بزاف جاي من المطبخ. ومن وصلت تما لقات الفارينه كانت سايحه في الارض والمطبخ كان في حاله لا يرثى لها. وتما خوتي نشوفوا ميرال حطت الكاميرا مقابلتها وكانت تنظف وتعدل في هذاك المطبخ، وهذيك الجنيه كانت متواجده معاها في المطبخ بصح ميرال ما شافتهاش. وتما نشوفوا انه هذيك الجنيه كانت رايحه تهجم على ميرال، بصح في اخر لحظه ميرال تحس باللي كاينه حاجه من وراها وتدور. ومن دورت ما لقات حتى حاجه، ولكن تما شافت اثار تاع اقدام كانوا في الارض، وهذوك الاثار خوتي ما يكونوا غير تاع هذيك الجنيه. تما ميرال كانت خايفه بصح دارت الكوراج وراحت هزت الكاميرا وتبعت اثار الاقدام. وتما من وصلت للصال وتشوف واحد المنظر مرعب، وين كانت هذيك الجنيه قاعده فوق الاريكه وكانت تبكي. ونفس الحاجه خوتي انه ميرال في الحقيقه ما كانتش تشوف فيها بصح في التسجيل كانت تبان هذيك الجنيه. المهم تما ميرال سيات تحكي معاها بصح الجنيه ما ردتش عليها. وتما ميرال خوتي شافت واحد القماش ابيض كان قدامها، ايا هزته ورماتو على هذيك المراه، ومن رماتو عليها ناضت هذيك الجنيه ولا المراه وهجمت عليها. المهم خوتي وهنا نكونوا خلصنا الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم باينه بارطاجوه في ستورياتكم وطاقوني في الانستا تاعي هاو قدامكم. وهذه هي خوتي اتهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.